السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. مبدئيا كده هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهنتكلم على ايه يا قمر النهاردة؟ عن ازاي اخلي جوزي يحبني ويموت فيا ويحطني كده تاج على راسه. ازاي؟ هقولك يا قمر ازاي. اول حاجة تبصي لنفسك. ايه ده؟ يعني ايه بص النفس دي؟ بص لنفسك، شوفي ايه اللي ناقصك. انت مش مهتميه بنفسك. انا ايه ده؟ انا مش مهتميه بنفسي. ده انا لا لا، ده بيجي بيلاقيني بهدوم المطبخ، وبيجي ويلاقيني مش لابسه كويس، وشعري ما شاء الله قد كده. وايه بقى؟ لا 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 لا، اظبط نفسي بقى، اخلص بقى حاجتي، اخلص مطبخي واخلص اكلي، وخلاص بقى، واخش بقى اخد الشاور بتاعي، احط برفاناتي، احط كريماتي، ايا كان ايه المرتب عندك. عندك كريمات، ما عندكيش حطي يا ستي زيت، اللي هو زيت اللافندر ده. زيت اللافندر ده بصي، لو عم حطيتي كده نقطة بيخلي الدنيا ايه لكل حاجة. فاهماني؟ اهم حاجة تبقي حلوة كده، ريحتك عطرة، هدومك نضيفة، شعرك كده عاملة تسريحة حلوة، حتى توكة حلوة. فاهماني؟ حاولي ان انت دايما كل يوم انا بغير من في نفسي. يعني النهارده شافني بحاجه، بكره لا يشوفني بغيرها. انا مش عارفه كنت حاطه ايه النهارده في وشي، غيرت الروج النهارده، غيرت لون الروج النهارده، اصل مش عارفه امبارح كنت حاطه ايه وبكره احط ايه. كده كده يا قلبي، متخلوش يشوفك ابدا. ب... لا، على طول كده محتاسه ومش نظيفه ومش مهتمه بنفسك والكلام ده. لا، احنا مش عايزين كده. احنا مش عايزين كده بأبسط الطرق. ما عنديش شامبوهات والدنيا على قدها معايا، وما عنديش الكلام ده كله. كيس شامبو بجنيه ولا ب2 جنيه، وانت بتجيبي هي حاجة السوق كده بتتسوقي. خشي وانت بتجيبي حاجات من السوبر ماركت، هاتي كيس شامبو بجنيه ولا ب2 جنيه. يعني بصي بقولك ابسط حاجة. تمام؟ طيب يا حبيبتي، ما جيش بقى ايه بقى في حاجة مضايقاني منه وزعلانه منه، ما اجيش اقول له ده حصل وعمل وسوى وانت غلطان، وانت وشوف الولاد عملوا ايه، وشوف ده قال لي ايه، وشوف الدنيا، وشوف مامتك قالت ايه مشاكل بقى ايه. انت عارفه بقى لما ايه بقى بنحكي بقى ونجيب القديم والجديد وايه. لا كده غلط. كده بص، هتكرهيه يقعد في البيت، هتكرهيه ان هو يقعد معاكي. لا، انت عندك موجوعه قوي وحاجه مضايقاكي، اصبري لما يكون كده في وقت كده رايق، وفي وقت كده هادي كده وعايز يسمعك عنده. عايز اسمعك ووقت كده بيضحك، ما فيش حاجه مضايقاه. تنقي الوقت اللي انت عارفه ان هو فيه هيديك رد مش هيضايقك. تمام؟ يعني ايه؟ ماشي عاتبيه واعتبي عليه وانا زعلانه منك، بس مش في وقت زعل. يعني ما تاخديش طخ 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 كده في وقت الزعل كده لا لا لا. عاتبيه يكون كده ساعه هو عايز يستقبل اي كلام منك، هيعديه وهيديكي رد يرضيكي. هيديكي رد يرضيكي. فاهماني؟ طيب، موضوع بقى ايه؟ ما بيدينيش مصروف البيت، اصلي مصروف البيت قليل مش بيكفيني. اصلي مش عارفه جارتي دي جابت ايه، واللي جارتي اللي فوق عملت ايه، واللي جنبيه واللي تحتيه. وتعالي بقى قولي له، وتعالى شوف اختي جوزها بيديها ايه، تعالى شوف اخويا بيدي ايه لمراته، واحكي بقى وهاتي بقى سيره ده وده 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 وايه بقى. وجعيه. اكتر حاجه بتوجع الراجل الموضوع ده، ان انت مش قادر تكفي بيتك. لا، هو ده رزقك ونصيبك، والحمد لله تحمدي ربنا على اي حاجه يا حبيبتي، لان اللي بيرضى بقليله ربنا بيديله. ربنا بيوسع عليه كتير قوي بعد كده يا حبيبتي. لا يا ده جاب لي، تكبري بقى بيه بقى وعشان يحطك على دماغه بقى. بصي بقى تكبري بيه وتخليه يموت فيكي بكده، بان انا اعمل ايه. ده بيجيب لي، ده مليل التلاجة وانا ما عنديش حاجة في التلاجة والفريزر فاضية. ده انا بجيب حاجة اكل يوم بيومه وهو ارزاقي. قولي بس الكلام ده قدام مامته وقدام مامتك، وقدام مامتك بالذات وقدام اخواته. تخليش حد يعرف عنك حاجة، تخليش حد يعرف ان باخد كام وبجيب ايه. لا، شطارتك، شطارتك وجدعنتك يا حبيبتي، وان انت فعلا جدعه وبنت اصول بتبان في المواقف دي. ده جايب لي والتلاجة مليانة ومش معوزني حاجة وبيديني وبيسويلي.
فاهمه؟ او اخرج بعيالي في مكان مثلا عند قرايب او عند حاجه، كنت بص فهميهم ان كده بالعين، يعني ما تشبطش عشان انا معايا كذا، ما تشبطش عشان ما تحرجناش، انا في شنطتي كذا، تعوديهم على كده. تمام. ده بقى بصي المواقف دي هيشوفك هيحطك على راسه، والله هيحطك على دماغه. طيب هو دلوقتي بقى ايه؟ عنده اجازه النهارده، وقال لي ايه ده انا رايح عند صحابي، اصل خارج. ما اقولهوش رايح فين وخدنا معاك واشمعنى بتخرج مع صحابك، وافتح له بقى ايه بقى، ايه محكمه، ونكد عليه. لا، اه ماشي خلاص يا حبيبي، اخرج، اخرج واتبسط، اخرج واتبسط مع زمايلك، تمام مفيش اي مشكله. مش ينزل بقى يخرج بقى، يا دوب ما لحقش يوصل لاصحابه، ما لحقش يخرج نص ساعه، ما لحقش، ويرني رني 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 رن، انت فين؟ تعوقتي ليه؟ اه وي وي. لا بلاش العمايل دي، مادام بتحبيه يبقى حبي اللي هو بيحبه، اللي هو بيحبه وافقي على اي حاجه هو الحاجه دي بتسعده، ما عنديش اي مشكله فيها. تمام، اخرج يا حبيبي واتبسط واللي انت عايزه. مره على مره هيقولك لا لا انا مش نازل، انا هقعد معاكم اليوم الاجازه ده، هقعدوا معاكم. تمام. كل الامور دي يا حبيبتي بتخليكي بصي عنده يحطك فوق راسه، يحطك فوق دماغه. دايما يخلي بيته ده نضيف. لو اوضه، والله يا حبيبتي لو اوضه ونضيفه هيشوفها قصر. دايما بيته ده نضيف، سريره متروق، مغيره الملايه بتاعته، حاطه معطر جو. ما عنديش معطر جو، وحده بخور مش مكمله 3 و4 جنيه، ولعي بخور يا ستي. ابسط حاجه اعمليها، اهم حاجه النظافه، اهم حاجه النظافه. شغلي قران في البيت، سوره البقره دي ما تطفيش من عندك، دايما تبقى في البيت 24 ساعه كل يوم. دي سورة البقرة دي والله ما شاء الله جميلة، دي بتمنع المشاكل وبتمنع النكد واي حاجة وحشة في البيت، اي طاقة سلبية بصي مفيش، مش هتلاقي الكلام ده. وطبعا غير ذكرك على طول، ذكر الله ده في بقك. ذكر الله ده على طول في بقك، اذكري الله دايما، وتستغفري وتصلي على الرسول دايما في بقك دايما. ذكر الله ده ما يتقطعش من بقك، والقرآن ما يتقطعش من البيت. تمام يا قلبي؟ طيب صلي، والصلاة إلا الصلاة، صلي عشان ربنا يكرمك ويبارك في رزقك وفي رزقه، ويبارك في رزقه ويبارك في ولادك، ويبارك يا حبيبتي في كل حاجة في بيتك وفي راجل بيتك وكل حاجة. تمام يا حبيبتي؟ طيب ما انا بقى، طب انت بتقولي وانا كل يوم بقى هلبس واعمل في فورمه ومش عارفه اعمل ايه. اه اعملي ليه لا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وانا عروسه؟ ايوه عروسه. انت مادام جوزك ربنا يديهم العمر يا رب ويهديهم، مادام لسه موجود يبقى انت عروسه، حتى لو انت عندك 50 60 سنه. يعني شوفي بقى لحد ايه بيبقوا جدود ومتعودين على كده، مهتمين بنفسهم، خلاص هم خدوا على كده، اتأقلموا على كده. لكن اللي واخده بقى ايه خلاص بقى، اصل انا جوزي اتعود ان هو يشوفني كده عادي عادي عادي، انا بعجبه كده بجلابيه البيت وبشعري وما شاء الله بيجي بقى الى ايه، بصبن قدامه دك تك كده، ايه ما بسيبش المطبخ والمواعين والبتاع ده، ريحه الاكل في الشقه كلها، وريحه البصل وريحه الثوم والتقليه، ويلا بقى. لا ماشي كلنا بنعمل اكل، بنعمل فيه اكلات بتتعمل وهو بياكل، يعني في اكلات مثلا الملوخيه دي بنطشها والاكل وخلاص هنغرف اهو، ماشي. لكن انت اهم حاجه تبقي موضبه نفسك، موضبه حالك، عارفه انا هعمل ايه. اهم حاجه تبقي انت خلاص، يعني هو يشوفك كده خد ايه ده لابسه كويس، يبقى كل حاجه خلصت في المطبخ. تفهمني؟ ده لابسه حلو وايه ده، وتضحكي بقى تقابليه كده بضحكه حلوه كده، حتى لو في ايه، لو هو شايف ايه بره هيبصلك كده هيهدى. لكن انت قبليه بقى ايه بقى 111 بقى، يا نهار ابيض، يبص في وشك يلاقي 111 موجوده على طول، الحواجب دي مقفوله وبقى وشك ده مقلوب 30 درجه، وايه يا نهار ابيض اعوذ بالله، يبقى عايز يمشي تاني. هيبقى عايز يرجع تاني، مش عايز يقعد معاك، مش عايز يشوفك.
فلا طبعا التغيير ده مهم يا حبيبتي، التغيير مهم. نهتم بنفسنا. شوفي بقى، بصي اي راجل بيشوف بره الحلوه والوحشه ومفيش راجل ما بيبصش. ما تقوليش لا انا جوزي لا انا مش بيبص، لا كله بيبص يا حبيبتي. بس يجي بقى يدخل بيته كده ويشوف مراته كده امرايه ومش منكده عليا ومطوعاني ومكبره بيا قدام اي حد ومعلياني. بصي والله ما حد هيملى عينه ابدا، والله ما حد هيملى عينه ابدا طول ما انت فيك الصفات الحلوه دي. تمام يا قلبي؟ فهو لازم تتعودي تعملي كده. العند لا، ما تبصيش لحد. لو بصيتي لحد هتقلب. بصي بيقولك ايه، اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته. وفعلا المثل ده يعني فعلا صح، ما كدبش. ما تبصيش لعيشة حد، اوعي. هتبصي لعيشة غيرك هتحرم عليك عيشتك، هيبقى حياتك نكد، حياتك نكد في نكد. وبلاش بقى كل شويه ايه اصلي مش عارفه انا رحت عند مامتك وايه اللي حصل واختك قالت وعادت ومرات اخوك قالت وضايقتني وسلطت مامتك عليا وكل الهري ده. صدقيني انت اللي في الاخر خسرانه. هتغلي وتتضايقي، والغل بيمرض صاحبه. اللي بيغل هو اللي بيتمرض، خلي بالك. الغل بيمرض صاحبه، اوعي. خدي يا حبيبتي كل حاجه ببساطه، كل حاجه عديها. وانت لو متضايقه من حاجه اضحكي كده وفوتي، هتلاقي اللي قدامك هو اللي اتضايق مش انت. ايه ده؟ هو ايه دي؟ ايه البرود اللي فيها ده؟ احنا بنعمل كده ومش عارفه بنقول لها ايه وهي ولا هي هنا. هيبطل هو يضايقك، اللي بيضايقك ده هيبطل، هيقولك لا 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 خلاص. دي مفيش فايده فيها، دي هي اللي بتضايقنا ببردها بالبرود بتاعها ده. دي بتضحك كده وايه. طيب تعالي بقى عند حماتك. حماتي مش بحبها، ما بحبهاش، لا دي مش بتحبني وانا اساسا مش بقبلها. طب يا حبيبتي ما هي ديت ام جوزك، يعني دي مخلفه لك راجل يا قلبي. حتى لو انت مش بتحبيها، لا يا ستي حبيها عشان خاطر جوزك، عشان خاطر انت معاكي ولاد هيعملوا لك. يعني زي ما بتعملي في حماتك هتيجي مرات ابنك تعمل فيكي، ما هو كده كاس داير كده. لا يا حبيبتي يا ستي حبيها، يا ستي ست كبيره ما تاخديش عليها، حاولي اكسبيها، معلش. اه يا ماما انا جايه لك النهارده، اعملي صينيه كيكه، صينيه جلاش، صينيه بسبوسه، اي حاجه. طرحه، اجيب لها طرحه جديده افرحها. خدي يا ماما بصي الطرحه دي عجبتني، قلت هتبقى حلوه قوي عليكي. خمار، يا ماما الخمار ده انت بتحبي اللون ده انا جبتهولك، انا عارفه ان انت بتحبي الالوان دي. تمام. بصي يا حبيبتي لو بتكرهك ومش طايقه هتحبك، صدقيني. طبعا انا عايشه معاها في البيت وكل يوم معاها ومورياني العذاب، مزهقان يا ساتر. يا ستي حاولي اكسبيها، اتلاشي المشاكل عشان بيتك، عشان تعمري بيتك. احنا بنتكلم ايه؟ بنقول البيوت العمرانه، البيت العمران. البيت العمران ده لازم ابقى ما شاء الله عليا في كل حاجه، بعرف كل حاجه اعمرها، بعرف اتصرف في كل حاجه واعرف اظبط نفسي. لا حماتي مضايقاني ومش عارفه، حاولي اكسبيها. ايه يا ماما انا قلت هفطر معاكي. طيب ماشي يا ماما، اللي انت هتفطري منه انا هفطر منه. قومي يا ستي، قالت لك قومي انت واعملي وحضري، قومي اعملي اي حاجه واقعدي لو انت مش جعانه، كلي معاها لقمه وخلاص. صاحبيها يا حبيبتي صاحبيها. ايه يا ماما طيب المطبخ فيه حاجات انا داخله اعملها. يا ستي لو هتصبي لنا شويه مواعين مش هتخسري حاجه. ماما انا شايفه ان الارض مش نظيفه، نص جرد الميه اعملي لها يا ستي، سيقي لها الارض، امسحي لها الارض. اذا كان صاله واوضه، اذا كان الشقه 3 اوض، ايا كانت هي ايه. والله ما هيحصل حاجه. ده انت هتكسبي دعواتها وهتكسبي رضاها وهتكسبي جوزك. يا ستي دي ما بتشكرش وما بتمرش حاجه فيها، اجرك عند ربنا. خدي اجرك من ربنا. فهماني يا حبيبتي؟ لا ما تحبط، بلاش الاحباط ده، بلاش بلاش الاحباط. تمام. فلا، الاحباط مش عايزينه. تمام. وان شاء الله ربنا يكبر خاطر الجميع، واللي ما نجحش ان شاء الله ربنا هيكرمه وينجح.
وبلاش الايه ان احنا ايه ان شاء الله كله خير. وهي الثانويه العامه كده انتوا عارفين، هي الثانويه العامه كده نحمد ربنا على اي حاجه. يلا يا حبايبي مع الف سلامه، طولت عليكم بس انا برضو زعلانه منكم، ولا بتعملوا لايك ولا اشتراك في القناه ولا اي حاجه، ولا اشتراك ولا لايك. يا ريت يا حبايبي تشجعوني يا حبايب قلبي. ربنا يكبر خاطركم يا رب ويسعدكم يا حبايبي. تصبحوا على خير يا حبايبي، مع الف سلامه، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.